هانكس، أسرار وحكايات أول مرة هتعرفها عن ملك هوليوود. انت متخيل ان توم هانكس اللي خلانا نحب شخصية وودي في توي ستوري هو نفس الشخص اللي عايشنا أجواء الحرب في فيلمه سيفينج برايفت ريان؟ تخيل كمان انه كان هيرفض واحد من أشهر أدواره. في الحلقة دي هنعرف أسرار عمرنا ما سمعناها عن ملك هوليوود. أنا حبيبة مصطفى وده برنامج أسرار مشاهير هوليوود. توم هانكس واحد من الممثلين اللي مفيش حد في العالم تقريبا مش بيحبه، سواء بأدواره الدرامية أو الكوميدية أو حتى صوته اللي عايشنا معاه طفولتنا كلها وهو توي ستوري. Didn't mean to. Sorry. Howdy. My name is Woody and this is Andy's room. النهاردة هنتكلم عن بدايته والجوائز اللي خدها وأسرار وحكايات أول مرة هتسمعها والجانب الإنساني اللي مش كلنا نعرفه. يلا بينا نبدأ. هانكس اتولد سنة 1956 في كاليفورنيا، ومن صغره كان بيعشق التمثيل، رغم ان طفولته ما كانتش سهلة بسبب انفصال والديه اللي خلاه يتنقل بين بيوت كتير. بدأ يمثل في مسرحيات الجامعة وبعدها اتنقل نيويورك، وفضل يحاول لحد ما جاله أول دور بطولة في مسلسله الكوميدي اسمه بوسوم باديز في الثمانينات. النقلة الكبيرة كانت مع فيلم بيج سنة 1988 اللي خلاه أول مرة يترشح للأوسكار. الفيلم ده بالذات كان نقطة التحول في حياته الفنية، لأن من بعده ما بطلش يكسر شباك التذاكر. توم هانكس حصد الأوسكار مرتين ورا بعض، ودي كانت حاجة نادرة جدا. مرة عن فيلم فيلادلفيا سنة 1993 لما لعب دور محامي مصاب بالإيدز، ومرة عن فورست جامب سنة 1994 اللي كان بمثابة درس في الإنسانية. غير كده هانكس عنده 4 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيسل بدومل عن مجمل أعماله، وده غير ترشيحات كتير للأوسكار عن أفلام زي سيفينج برايفت راين وكاستاوي. يعني لو اتكلمنا عن الجوائز، هانكس تقريبا محقق تارجت حياته الفنية بدري. توم هانكس ما كانش هيمثل في فيلم فورست جامب علشان الدور كان مرشح له توم كروز في الأول، لكن الحمد لله كروز رفض واحنا كسبنا فورست للأبد. تخيل ان توم هانكس قريب لعيلة الرئيس لينكولن من الدرجة الثالثة، وعنده شجرة عيلة فعلا تربطه بالرئيس الأمريكي ده. إدمان غريب عن توم هانكس محدش يتوقعها. عنده هوس بجمع آلات الكتابة القديمة، وعنده أكتر من 250 آلة طباعة، وبيحب يرد على معجبينه برسائل مكتوبة بالآلات دي. عارف إن هانكس كان أول نجم هوليوود يعلن إصابته بكورونا سنة 2020، بس تعامل مع الموقف بروح فكاهية وكان بيهزر مع معجبينه وهو في المستشفى. فورست جامب، الجملة الشهيرة الحياة زي علبة الشوكولاتة، كانت مرتجلة ومش مكتوبة في النص أصلا، وهانكس أضافها في اللحظة دي. أما في فيلم في كاستاوي، تخيل إن توم هانكس وقف التصوير سنة كاملة علشان يخس 20 كيلو ويتعلم الصيد وإشعال النار بالطريقة البدائية علشان الدور. أما فيلم سيفينج برايفت راين، علشان الفيلم يكون واقعي، هانكس اتدرب مع قوات المارينز ورفض استخدام دوبلير في مشاهد القتال. أما بقى نيجي الكرتون توي ستوري، سر الأداء اللي لمسنا في صوت وودي هو إن هانكس كان بيسجل صوته وهو مستلقي على الأرض علشان يحس بالمشاهد. توم هانكس معروف بأعماله الخيرية ودايما بيدعم مستشفيات السرطان وبرامج مساعدة المحاربين القدامى، وشارك في حملات لمكافحة الإيدز. بعيدا عن التمثيل، توم هانكس معروف بتواضعه الشديد، ودي كانت لمحة عن حياة وإنجازات توم هانكس، الممثل اللي خلى السينما ليها طعم مختلف. ايه اكتر دور حبيتوه لهانكس؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية.